تخيل ان انت تقدر تاخد كورس برمجة من جامعة هارفارد اللي هي من افضل الجامعات موجودة على مستوى العالم بشكل مجاني. ده هيكون موضوع فيديو النهاردة، تابعني لغاية الاخر واقولك كل التفاصيل الخاصة بالكورس ده وازاي ان انت تقدر تاخد شهادة بشكل مجاني من جامعة هارفارد الانجليزية. صباح الخير، معاكم احمد عمران. زي ما قلت لكم في المقدمه كده هقول لكم على كورس جميل جدا. تقدر ان انت تاخد منه شهاده بشكل مجاني من جامعه هارفارد. الكورس ده كويس جدا، وبالذات لو انت عندكش باك جراوند في البرمجه او ان انت مش خريج كليه هندسه زي وحابب ان انت تتعلم البرمجه. الكورس ده هو من افضل الكورسات اللي موجوده في السوق، ان انت تقدر تتعلم منها مبادئ البرمجه او ان انت تقدر تفهم منها يعني ايه برمجه. وكمان الكورس ده بيتقدم بشكل مجاني من جامعه هارفارد وهتاخد شهاده معتمده من جامعه هارفارد. الكورس ده اسمه CS50. ازاي ان انت تقدر تاخد الشهاده ده والكورس بيتكلم عن ايه وليه ان انت تقدر تاخده، ده هقوله لكم بالكامل النهارده. اول حاجه هو ليه لازم ان انت تاخد الكورس ده. هو الكورس ده بالظبط بيديك Introduction of Computer Science. الكورس ده مهم جدا لو انت مش خريج هندسه، لان هو بيديك مبادئ عامة عن هندسة او البرمجة. بيديك اول حاجة داتا ستراكشن والجوريزم، وبيديك OOP، وكمان بيديك لغة سي، وكمان بيديك بايثون، وبيديك جافا سكريبت و HTML و CSS. والكورس ده فعلا حلو جدا جدا جدا، هيفهمك البرمجة بشكل عام، من خلالها تقدر ان انت تنطلق. كمان الكورس ده بيتشرح حد انا من وجهة نظري شايف انه احسن حد في العالم بيشرح، هو ديفيد. بيشرح بشكل جميل جدا 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 وبصورة سهلة، وهو عارف ان اللي بيتعلم مش مهندس او مش شرط ان هو يكون مهندس، فبيحاول يبسط لك الموضوع بشكل جميل جدا. هو طبعا الكورس بالانجليزي، والانجليزي الصراحة مش صعب، يعني لو انت مستواك متوسط هتقدر ان انت تفهم وهتفهم كل حاجة بيقولها، لان هو كمان ديفيد اللغة بتاعته سهلة مش معقدة يعني، وده كان يفيدك ان انت تستوعب حاجات كتيرة جدا من الكورس. الكورس ده عشان تقدر ان انت تاخده بشكل مجاني بتخش على منصة اسمها EDX. المنصة دي عندها كورسات كتيرة جدا. بتكتب في المنصة CS50 هتلاقي فيه 2 اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان انت تاخد السيرتيفيكت فور فري، والجزء الثاني بتاخدها اللي هي سيرتيفيكت دوكيومنتد، بتدفع مبلغ رمزي انا مش فاكر بالظبط كام، هو $150 تقريبا على ما اعتقد، يعني $200. الفرق ما بينهم ان انت هتاخد السيرتيفيكت من جامعة هارفارد، هتاخدها من جامعة هارفارد فعلا، لكن التانية بتاخدها موثقة من المنصة ذات نفسها، فبتدفع مبلغ اللي هو $150. وطبعا في الاول وفي الاخر ده بيرجع لك، بتشوف ايه المناسب ليك، بس انا شايف ان السيرتيفيكت لوحدها من هارفارد هي كافية جدا. الكورس بيبقى عبارة عن زي سيشنز وانت بتحضرها وبعد كده بتحل الامتحانات بتاعتها، وفي الاخر خالص لما بتبعت الفاينل تيست بتاخد سيرتيفيكت على الايميل بتاعك. طبعا هو الموضوع مش سهل برضه، عشان هو الموضوع محتاج مجهود، والكورس ده مش هيخليك ان انت بروجرامر، لا هو هيفهمك مبادئ البرمجة، لكن بعد كده انت بتقدر ان انت تختار الكارير اللي انت عاوزه، مثلا ديفلوبر او تشوف داتا اناليسز او بتشوف ايه الكارير اللي انت عاوزه، بس هو هيديك مبادئ، والمبادئ دي مهمة جدا وبالذات لو انت مش خريج هندسة. طبعا زي ما قلت لكم ان الكورس ده بالكامل باللغة الانجليزية. طب لو انت عاوز تعرف المبادئ دي بس باللغة العربية، ده اللي هقوله في الفيديو الجاي. هقول لك طريقة ازاي ان انت تاخد الكورس ده، بس طبعا مش هيكون بشهادة، بس هتاخد كل المحتوى الخاص بالكورس باللغة العربية وهتستفاد منه. ولو وصلت بقى لغاية هنا ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتدعمني وتعمل لايك. سلام.